السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في إيه دوت شاو استوديو. والنهاردة الحلقة الرابعة من هارد دوبس، واحتمال كبير تكون الأخيرة. وبعد كده هنعمل مشاريع مع بعض. فالنهاردة عايزين نركز فيها لأن إحنا هنتكلم على كذا حاجة مش حاجة واحدة. تمام. أول حاجة عايزك تكون عارفها، أنت دلوقتي خلاص بقى بتعرف تعمل كتر كويس، بس لسه مش بتعرف تعمل له أبلاي. عارف أنت اللي هو سمارت أبلاي. أنا عايز أعرف فين الجيومتري وفين الكتر اللي لسه ما تعملوش أبلاي. تعال نشوف الكلام ده. دلوقتي عندنا كيوب، نعمل فيه كام كتر عشان بس الشرح يكون واضح. ادي كتر 2 3. لو سبت ايدك هيعمل لك حاجه اسمها ليزر كات. الليزر كات هو هيقطع لحد الناحيه التانية. تمام. يعني الليزر كات هتلاقيه قطع معاك لحد ايه، لحد الناحيه التانية. تمام. ماشي كده كويس. تمام. ممكن مثلا واحد هنا. المهم دلوقتي لو انا جيت دخلت على الايديت مود هلاقي ان هو مفيش اي حاجه فيهم معمول لها ابلاي. تمام. لو جيت دوست على كنترول تيلدا جنرال، تمام، خش هنا. لو عايز اعرف اي موديفاير هدوس هنا. انا هنا عندي بوليان 2 3 4 5، عندي 4 بوليان. تمام. اول واحد ده هو الخامس. المهم لو انا جيت عملت شيفت دي وسبته في مكانه بقى عندي هنا كيوب وهنا كيوب تاني. لو جيت دخلت على الكيوب التاني ودوست كنترول تلدا هلاقيه برضو واخد، يعني هما الاتنين دلوقتي اصبحوا مشتركين في نفس البوليان مع بعض، بس ولا ده معمول له ابلاي ولا ده معمول له ابلاي. لو جيت جبت اول واحد وعملت له سمارت ابلاي، ازاي هعملها؟ هدوس كيو اوبريشن واختار سمارت ابلاي. كده انا عملت الاول واحد ابلاي. لو جيت دخلت هنا على الايديت مود هشوف الجيومتري موجوده. تمام، يعني خلاص الابلاي بتاعه اتنفذ. لكن التاني هو لسه زي ما هو. تمام. هنخش على اول واحد كده، حدد الفيس، خد الفيس الاولاني، كنترول اي عشان اعكس التحديد. يعني انا حددت حته وعايز عايز اعكس التحديد الناحيه التانية. كنترول اي. تمام. هعكس التحديد، همسح، هقول له مساحه الفيسز وهيبقى لي الفيس ده بس. تمام. اخده كده اعمل له انسيت جوه الايديت مود. خلينا في اللي احنا، ايوه، جوه الايديت مود هعمل له انسيت. تمام. اصغره شويه. وبعد ما اصغره كنترول اي عشان اعكس التحديد. همسح الفيسز هيبقى لي الشكل دوت. هعمل له اكسترود مثلا لبره كده زي الفل. اصبح ان عندي دوت كده الكيوب الاولاني اللي كان عندي، وده الكيوب التاني اللي مش معمول له ابلاي وزي ما هو. تمام. تمام. هروح واخد ده كده، ممكن ادخله جوه شويه. تمام. واروح قايل انا عايز دوت لدوت. ادوس على كيو، هيجيب لي اول واحده ديفرنت. ديفرنت دي لو انت عايز تعمل بوليان سريع، يعني انت بتقول له ان ده خلي ده بوليان. تمام. ديفرنت هلاقي ايه بقى موجود؟ ايه، خلاص اتحول، عمله لي في وضع الواير فريم. تمام. اصبح واير ما اصبحش اوبجكت. مش قدامي واضح. بالاتش هخفيه. اصبح ان انا عندي قطر واحد بس وهو دوت، واداني الشكل دوت بمنتهى الايه، يعني انت عملت قطر جوه قطر وده سليم ما فيهوش اي حاجه. تمام. هعمل له ميرور الناحيه التانية. كده انت خلاص عرفت تعمل سمارت ابلاي ازاي. كيو اوبريشن سمارت ايه، سمارت ابلاي. هيعمل لكل حاجه ابلاي ما عدا البيفل. ليه البيفل؟ لان البيفل كل ما انت بتعمل بوليان، كل ما بتيجي تعمل موديلنج البيفل بيتغير معاك، وهتلاقيه بيعمل كده حاجه اسمها تصادمات. هتلاقي الفيرتكس بتخبط في الفيرتكس ومش ماشيين مع بعض. تمام. تمام. افرض انا دلوقتي عملت شكل صغير وعايزه، يعني عارف انت لو عايز اعمل له ريندر، عايز اطلعه. لو جيت دخلت هنا في الريندر، يعني خليت الريندر كده على سايكل جي بي يو، عشان السي بي يو ده المعالج بتاع الكمبيوتر، والجي بي يو هو كارت الشاشه. تمام. هلاقي الدنيا ضلمه. طب انا دلوقتي عايز اعمل لايت، شيفت ايه وهقعد اختار لايت واحده واحده؟ لا، هارد اوبس يا باشا بتقول لك في حل تاني اسرع من كده بكتير قوي ويطلع لك ريندر بسرعه. نجيب بلين بس كده ننزلها تحت. تمام زي الفل. هحدد الاوبجكت بتاعي وهدوس كيو اوبريشن واختار edit لايت. هلاقيه ضاف لي لايت، وبالويل بتاعت الماوس اقدر اغير. هيديني اكتر من 8 اوضاع لللايت بمنتهى السرعه. يعني هو كده وكلهم معمولين مع بعض
في امتي في النص، عارف انت الامتي اهو، يعني بص بصيت كده هنا هتلاقي عمل لي امتي لللايت لوحده، وهيحفظهم لي كلهم في حته واحده. هندوس كيو edit لايت وافضل اغير بالويل، ولما ادوس يعني لو دوست على الويل في النص هقدر احرك الكاميرا واشوف براحتي الزاويه اللي انا عايزها، اشوف اللايت هنا مظبوط هنا مش مظبوط وهكذا، واقدر ازود اعلي الاضاءه واظبط الاضاءه كل اللي انا عايزه. تمام. مثلا انا عجباني الاضاءه ديت وعايز اخد الزاويه دي. احنا طبعا عارفين انت لسه هتضيف، تدوس شيفت ايه وتضيف كاميرا، وبعد ما تضيف كاميرا تحطها، وبعد ما تحطها تروح مخلي الحواف سودا عشان تعرف الحته اللي في النص، وبعد كده تربطها مع الاوبجكت بتاعك في امتي. انسى كل دوت، هتدوس كيو اوبريشن ايديت كاميرا، الموضوع خلص. هو دلوقتي عمل لك، عارف انت لو خلى الدنسيتي اللي حوالين الكاميرا زيرو، لسه انت كنت هتخش على الكاميرا وتقعد تظبط فيها، ربطها لك في امتي في الاوبجكت. يعني جيت حركت دوست على جي من الكيبورد وحركت الكاميرا، هلاقي الكاميرا بتتحرك معايا. اه انا كده بحرك الاوبجكت بتاعي، لو انا جيت حركت الكاميرا هلاقي الكاميرا بتتحرك معايا وهي في جواها امتي مرتبط بالاوبجكت. تمام. يعني ده كده انيميشن اصلا لوحده من غير ما انت تعمل اي حاجه، بمنتهى السرعه. افرض انا مش عاجبني اللايت، هردوبس لايت هروح ماسحه واحده واحده كده، هما تلاتة واضاف لي تلاتة لايت، هقدر اشيلهم عادي. هردوب سن، رجعت تاني كيو، اضيف لايت تاني وافضل اغير، ولو حركت بالماوس يمين وشمال هتلاقي اللايت بالزاويه تتحرك معاك براحتي لحد ما اطلع اللايت اللي انا عايزه بمنتهى السرعه. لو انا عايز اطلع ريندر مبدئي يعني، واقدر اغير في الالوان طبعا براحتي زي ما انا عايز. فاهمني؟ فانت دلوقتي عرفت ازاي تضيف كاميرا، وازاي تعمل لايت، وازاي تعمل سمارت ابلاي من هاردوبس بمنتهى السرعه جدا. حتى لو دوست على 5 هيرجعك تاني للوضع العادي، لان في برسبكتيف مود وفي اورثوجرافيك. الفرق بينهم مش كبير قوي ومش تخصصنا. تمام. يعني عارف انت لو كل ما تدوس على 5 هيحول لك ما بين برسبكتيف واورثوجرافيك. احنا في الاغلب بنشتغل على ايه؟ على البرسبكتيف، اللي هو ده برسبكتيف. لو دوست على 5 هيكتب لك اورثوجرافيك. احنا خلينا في البرسبكتيف لان دوت اللي الكتر بيعرف يتعامل معاه بالظبط. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها هي الكيرف. عايزين نعرف ازاي نعمل كيرف من خلال هاردوبس بمنتهى السرعة، وازاي اصلا هاردوبس بتعمل لنا كيرفات مظبوطة وبزوايا مش هنعرف نعملها بالطريقة العادية. تمام. دلوقتي لو انا كده عندي كيوب، دخلت جوه الايديت مود، حدد مثلا الايدج دوت، هدوس كيو هيظهر لي المنيو ديت، تعرفنا على اغلبهم. عندك كيرف وانستراكت. تمام. لو انا دوست كده عادي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي كيرف، يعني بدوس بحرك الماوس. تمام. واقدر ازود الزوايا او اقلل من خلال ايه؟ الويل بتاعت الماوس. تمام. دلوقتي انا زودت مثلا الزوايا كده، اصغر او اكبر براحتي. خدت مثلا الزاويه دي ودوست على الاف، هلاقيه خد لي ربع المساحه. اف تاني اخد الزاويه التانية التالتة الرابعه وهكذا. تمام. مثلا خدت الزاويه ديت وهدوس، هو دلوقتي ظبط لي الزاويه ايه؟ الزاويه دي. وهو ده في الاول وفي الاخر ايه؟ كيرف. تمام. طب ممكن اعمل له اوتو سموث من هنا، يعني انا ادوس عليه هو شادو اوتو سموث، وممكن اعمل له شاربن. هو لازم يبقى مش عشان يتعمل له شاربن. تمام. هنعمل له شادو اوتو سموث. احوله لمش ازاي؟ لو دوست عليه كده كيو هلاقي تحت convert to، يعني انا عايز احوله لايه. ممكن اجيبها من هنا برضو object convert to، هتلاقيها تحت. فين convert to؟ اهي convert to مش هي، ولكن لو دوست عليها من هنا كده كيو، فين convert to مش. تمام. كده اصبح ان ده ايه؟ هو كان هنا، بص نرجع كده خطوة، كنت شيفت زي، هو هنا كيرف، لما حولناه اصبح ايه؟ مش. تمام. كده بقى فيه جيومتري والدنيا تمام. واقدر حتى اعمل له شاربن واعمل له اكسترود edit modifier وهديله solidify في الزاوية اللي تعجبني. تمام. كده انا واخد نفس الزاوية دي بالظبط، يعني انا من المنتصف بتاعه واخد الزاوية دي بالظبط. استخدمها في ايه؟ تنفعني في حاجات كتير قوي. تمام. واقدر اعمل ايه تاني؟ ناخد نفس القطعة طلعها كده قدام شوية، convert to curve. دي احنا عرفنا ازاي بتتعمل. هو كده كده في الاول وفي الاخر. وعلى فكرة التحكم في الكيرفات اسهل من التحكم في المش. يعني الكيرف تقدر تغير فيه بسرعة،
وتقلل جيومتري وتزود جيومتري براحتك. تمام، بالاف عشان نغير الزوايا زي ما احنا قلنا. نرجع تاني امسح. تعال اقول لك على حاجه تانية خالص ليها علاقه بالكيرفات. ديليت فيرتكس. لو انا جيت خدت الفيس دوت والفيس ده ودوست اي عشان اعمل له انسيت، تمام، صغرت مثلا الزاويه دي وعايز اخد الحته دي واعمل لها سوليديفاي، يعني عايز اخدها كده لوحدها واعمل لها سوليديفاي، هدوس كيو، وقبل ما ادوس هنا هدوس على شيفت. يعني لو جيت دوست هنا هتلاقيه بيعمل ايه، بيحدد لي حواف بس، انا مش عايز الحواف. تمام، اقدر ازود او اقلل بالويل، لا انا عايز القطعه كلها. يعني عايز ايه، هو كده كرييت كيرف، نمسحه تاني، هي دي كيو، وانا دايس على شيفت واسحب، هلاقيه عملها لي ككيرف وخد منها سوليديفاي وحولها لي لمش جاهزه اهي. تمام، هخش كده على ايديت مود، جسم معمول له سوليديفاي وسوليديفاي مش معمول له ابلاي لسه، ولكن موجود واقدر ازود او اقلل سوليديفاي براحتي. حاجه تانية بقى، دلوقتي هنا الشكل دوت انا مش عايز الجيومتري دي، عايز ارجع كل حاجه مكانها. اكيد مش هقعد امسك كده واروح مرجع، مش هتبقى مظبوطه. تمام، طب عايز انضفه بسرعه، في دي حاجه يعني في منتهى القوه في هاردوبس، اللي هي اسمها ايه، اسمها كلين مش، نضف لي المش دوت بمنتهى السرعه. هنا اهوت، هطلع بره كيو اوبريشن، وهلاقي تحت هنا مكتوب هي سمارت ابلاي، هي فوق سمارت ابلاي كلين مش، هدوس. هو دلوقتي بيقول لي ان هو ايه اكتف، عمل كلين مش، تمام، هخش مش هلاقي اي مش، تمام، وهرجعه لي كايه ككيوب. وهنا دي بتنفعني في ايه، انا بوظت التوبولوجي بتاعت مش معين، قعدت اعمل كيرفات ومش عارف ايه وبوظت التوبولوجي، عايز ارجعها كلين مش، هيرجعه لي صافي تماما. دي حاجه انا بجدها في منتهى القوه. والجزء دوت يعني هو هنا كده بالملي، تمام، ممكن اشغل السناب واخليه يلزق بالملي. يعني انت متخيل انت عندك كيوب وخدت منه حته طلعتها لحد فوق من غير ما ايه، ما تبوظ التوبولوجي. واقدر اخلي الكيرف بتاعي الكتر يتبعه، يعني اقدر اعمل تتابع للكتر مع الكيرف. ازاي الكلام ده، دلوقتي لما امسح القطعه ديت خلاص عرفنا بتتعمل ازاي. جيت حددت مثلا الزاويه دي وعملت لها بيفل، تمام، بعد ما عملت لها بيفل حددت كده الفيرتكس ديت، تمام، كلها، وبعدين حولتها لكيرف وسبتها كده. اخش هنا هعمل ده شاربن او اوتو سموث، هعمل فيه كام كتر بسطاء يعني، كتر اهو، هدوس في، نرجع تاني كتر، هدوس في عشان اعمل له اري، كتر كده، خلي حبة حلوين مثلا هنا كده، مثلا عشان خاطر اتجنب التوبولوجي اللي هنا دي، اقدر اعمل كده، اعمل لوب كات هنا، اسحبه كده للاخر عشان ما يأثرش على ايه، على الحاجات اللي انا بحطها دلوقتي. احدد الكتر بتاعي، لو انا عايز اخلي الكتر دوت يتبع الكيرف دوت، يعني ياخد المنحنى دوت كده، تمام، عايز اخلي الكتر ده يلف كده هنا، احدد الكتر واحدد الكيرف، وهعمل له موديفاير اسمها كيرف موديفاير، اقدر اعملها من هنا اصلا. لو دخلت على هارد دوبس من فوق هتلاقيها موجوده كيرف، لو دوست كده هلاقيه تبع الكيرف ايه، تلقائي. لو لقيته فوق كده شويه ممكن تنزله عادي لحد ما تظبط معاك، حتى الابعاد بتاعته اختلفت. تمام، افرض انا دلوقتي، هو دلوقتي بيتبع انهي محور، يعني المحور ده ولا ده ولا فوق ولا تحت، بدوس على الكتر كنترول تلدا، هيظهر لي القايمه دي دلوقتي، ده الاري مش عايزينه، احنا عايزين هارد دوبس كيرف. هو دلوقتي بيتبع محور الاكس، وهو محور الاكس صح، لو غيرت المحور هتلاقيه بيتغير معاك، يعني هو بيتبع الكيرف ولكن في محاور مختلفة. لو دوست جي وحركت هتلاقيه بيتبع الكيرف ولكن في محاور ايه، مختلفة. تمام، جمع معايا، نرجع تاني كنترول تلدا، انا عايزه اخليه في محور الاكس عادي، هنزل بده بس شوية، جي زد، تمام، ايوه، هخفيه، اصبح نظهره تاني عشان نطلعه لبره، عشان اللوب كات اللي احنا عملناه ما كانتش مظبوطه معايا. هنختار جي، لا
لا لا زد يبقى هي الزد. هنخرجه بس بره شويه. اتش نخفيه. تمام، هو كده مظبوط معايا، والتوبولوجي حتى ما فيهاش انعكاسات ولا انكسارات. نخفي الكيرف كمان، مش عايزينه. تمام، عرفت ازاي تعمل فولو كيرف، تخلي الكيرف بتاعك يتبع القطر اللي انت عملته. اقدر اعمل ايه تاني؟ في ميزه جديده اصلا في الابديت الجديد بتاع هاردوبس اللي انت محمله من التليجرام، هتلاقيها موجوده فيه على طول، لكن الاول ما كانتش موجوده. دلوقتي لو انا عملت ميرور الناحيه التانية، تمام، اصبح ان انا عندي الناحيتين. لو افرض انا عايز اخلي الشكل ده كله يجي لي هنا. لو انت اتفرجت على الحلقه بتاعت الميرور هتعرف تعمل الحركه دي. هتروح جاي هنا، حدد الفيس دوت، هقول له عايز انقل الكرسل ديت عند الفيس دوت، هقول له وصل المكان ما انا محدد، وهاجي عند الميرور كده، هخليها ميرور تو كرسل، واختار الجنب ده، هلاقيها انعكست معايا كلها الناحيه التانية بمنتهى البساطه. تمام، واقدر اعكسها من فوق كده. عملت الشكل المدور دوت، لو جيت دخلت على edit مود هتلاقيه هو كيوب بتاعي لسه زي ما هو. حاجة تانية بقى، لو انا جيت خدت دوت كده وعملت له شيفت دي وجيت احرك، هلاقي الدنيا عندي بتبوظ. تمام، ليه؟ لان انا عامل له كذا ميرور، يعني عامل له ميرور في الجنب ده، وبعد كده عملت له ميرور من فوق لتحت، فلما اجي اخده شيفت دي هتلاقيه باظ معاك. تمام، حلها ايه بقى ديت؟ ركز معايا فيها، لان الحل ده اصلا لسه نازل في الابديت الجديد. هتدوس كيو، هتدوس على الاوبريشن، هتلاقي تحت مكتوب يونيكرفاي. يونيكرفاي هياخد لك الميش بتاعك ومعاه كل الكاترز وكل الموديفاير اللي عليه، وهينقلهم كلهم مره واحده. ازاي الكلام ده؟ تعالى كده نجرب تاني. طب ليه لما انا دوست نيكروفاي ما حصلش اي حاجه معايا؟ تعالى كده نعملها تاني. هدوس كيو، هدوس نيكروفاي. بص عد معايا الحاجات اللي موجوده هنا. عندنا الكيوب، وعندنا الكيرف، وعندنا امتي اللي هو عمل عليه الانعكاسات، وعندنا الكتر اللي احنا عملناه في الاول. تمام، عدهم كده. بص لو جيت دوست نيكروفاي هلاقيه نسخ لي الكتر ونسخ لي الكيرف، بس الكيوب ما اتنسخش. فلو جيت حركت هتلاقيه بيبوظ معاك، حتى لو عملت له شيفت دي هتلاقيه برضه بيبوظ معاك. طب اعمل نيكروفايز، يعني اعمل له كله كوبي ازاي؟ نرجع كده تاني لحد ما يبقى العدد مظبوط. هنخفي ده، كيو. قبل ما ادوس على النيكروفاي هدوس على شيفت يو نيكروفاي، هلاقي الشكل طلع معايا. بص عملت له من غير ما اعمل لاي حاجه ابلاي، من غير ما اعمل اي حاجه اي ابلاي، هو لسه زي ما هو، واتنقل معايا بالكامل. والحركه دي بصراحه انا بجدها في منتهى القوه في هارد دوبس بالذات، او عامه في الهارد سيرفيس موديلنج عامه. جمعت معايا اهميتها ايه. شيفت دي في الطريقه العاديه هتلاقيه بيبوظ معاك، لان مش معمول له ابلاي، وفي الاغلب ما بنعملش ابلاي غير لما يكون الشكل خلاص تمام، رايح يتعمل له ماتيريال. يعني انت خلاص ظبطت الشكل وهتوديه خلاص على ادوبي سابستنس عشان يتعمل له ماتيريال، فلازم تكون عامل لكل حاجه ابلاي. يعني ممكن ابقى اعمل حلقه اتكلم فيها على الموضوع ده، بتعمل لكل حاجه ابلاي للمقاسات وكل حاجه، عشان لما يروح عند سابستنس ويتعمل له بيك، الشكل يطلع معاك البيك يطلع مظبوط، فتحط ماتيريال مظبوط، فيبقى الموديلنج مظبوط والماتيريال مظبوطه، وبعد كده يروح بقى يتحط في السين اللي هو معمول عشانه. وده ملخص الحلقة التالتة اللي اتكلمنا فيها على الميرور من هاردوبس. لما قلنا ان Alt X اقدر اجيب الشكل الاساسي بتاع الميرور، وشيفت لو عايز اثبت الشكل عشان عايز اعمل اكتر من ميرور ورا بعض. وفي معلومة جانبية قلناها لما قلنا كنترول شيفت بي عشان اعمل بيفل للفيرتكس. ودي الحاجات القوائم اللي اقدر اعمل حواليها الميرور. يعني اتكلمنا ازاي اعمل ميرور من اللوكيشن والفيو كيرسل، وفليب نعكس الميرور الناحية التانية، والسيمتراي، وازاي اعمل ميرور حوالين الكيرسل والانديفيديوال اورجنت. وفي الاخر خالص اتكلمنا على الداست والتويست 360 درجة، ازاي اعمل تويست 360 درجة لاوبجكت معين. والحلقة بتاعت النهاردة اتكلمنا فيها على السمارت ابلاي، ازاي اعمل سمارت ابلاي. قلنا معلومة جانبية كنترول اي لو عايز اعكس التحديد. واتكلمنا على اللايت، ازاي اقدر اجيبه من هارد دوبس. واتكلمنا على الكاميرا، ازاي اجيب كاميرا واقدر احركها واربطها بالاوبجكت بتاعي. وفي الاخر خالص اتكلمنا على الكيرف، وايه هي اقدر اعمل ايه بالكيرف، وازاي اعمل فولو باس يعني اخلي الكيرف يتبع الكتر بتاعي، وازاي اعمل كلين مش لو عندي مش معين في توبولوجي مش مظبوطه ازاي اعمل لها كلين.
ونيكروفاي لو عايز انقل كل الاوبجكت بكل الحاجات اللي فيه مرة واحدة. ودي نهاية الهارد اوبس. كده انت اتعرفت على بوكس كاتر وهارد اوبس، واكيد بتعرف تعمل كيبل، في حلقة بتاعت الكيبل موجودة. فسبسكرايب لو استفدت من الحلقة، ولايك، وسامحني لو اتلخبطت في اي حاجة، يعني سامحني لو قلت كلمة غلط لاني بتكلم بسرعة. وشكرا ليكم في ايدو تشاو استوديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.